الو أول حق بيتزا. ايه كاينه واحد الجريمه ديال القتل كتسناك دابا تحلها. جريمة قتل. إيه شوف اوكي شوف الامر مستعجل. اوكي شوف صيفط لي الملف ديال القضيه حالا. حالا اوكي غيوصل. اوكي شوف اعتبر القضيه تحلات. اوكي اعتبرها تحلات. هادشي كتوقع منك اصلا. اوكي اليوم وصلني ملف ديال جريمة قتل الإخوان. قال لك لغز اليوم هو جريمة قتل ويجب أن تحقق بها. أوكي أول حاجة كيف ما كتعرفوا أن أي محقق خاص تكون عنده المذكرة ديالو، وبطبيعة الحال مع المذكرة قلم. أوكي قال لك سيدي في مساء يوما وات هذا ساقط في إملاء ولا شنو؟ اوكي ما علينا. قال لك في مساء يوم عاصف وممطر بشدة قد سمع هذا الشخص صوت صراخ عال يأتي من منزل جيرانه. يعني خونا شاهد عيان سمع الصداع من المنزل ديال الجيران ديالو. يعني الجريمة وقعات في منزل الجيران ديال هذا الشخص. ماشي بعيد يكون هذا الشخص هو المجرم، ماشي بعيد. بعدها قام على الفور باتصال بالشرطة لمعرفة ماذا يحدث. اوكي وصلت الشرطة. اوكي والصدمة ان فور وصول الشرطة الى منزل جيرانه زيد اوكي الضحية بعد تما راهي مسكينة الله يرحمها، وجدوا صاحبة المنزل قد قتلت وجثتها ساقط امام احدى الغرف. اوكي اول حاجة قيدوا التفاصيل ديال الجريمة بعناية. ساقطة امام احدى الغرف، علاش ماشي في غرفة؟ احدى الغرف يعني ماشي بعيد ان الضحيه كانت خارجه من المطبخ ولا خارجه من الطواط ولا شي لعيبه والقاتل تربص بها خلاها حتى خرجات عطاها للدار. اوكي وبعد ان تاكد الاطباء من وفاتها تم نقلها الى المستشفى. اوكي تم نقلها الى المستشفى. دي ما يحتاج اكيد غينقلوها للمستشفى. فين غيديوها زعما؟ ديوها للفندق. بعدها قامت الشرطة بالقبض على كل من في المنزل على الفور. اوكي كل من في المنزل. اذا عندنا المشتبه بهم هما اللي في المنزل، ولكن شكون هما هادو اللي في المنزل؟ شوفوا شكون هما المشتبه بهم. والذين كانوا 3 أشخاص في المنزل وكانوا كالتالي. اوكي 3 أشخاص. الطباخ. الطباخ يعني هاد ختنا نستنتج بما انها عندها طباخ خاص إذا لا باس عليه. اوكي يعني من الممكن ان سبب القتل هو السرقه. يعني هاد خونا اللي بغى يشرب بغى يدي لها الفلوس، اولا شي حد بغى يقتلها باش يدي لها الورث. يعني كاين حد دابا بدا كيبانوا لينا الدوافع ديال القتل. اوكي الطباخ ما ارتاحيتش ليه، ولكن مسكين باينه فيه مسكين جاي يخدم على راسو ما كنظنش. وكان خادم المنزل ثاني من قبض. خادم منزل زيد كادي. اوكي وكانت صديقتها هي آخر من تم القبض عليه في المنزل لكي يكتمل 3 مشتبه به. اوكي صديقتها اوكي اذا كنستنتجوا ان هاد السيد هذه اولا المرحومه ما عندهاش ابناء وما عندهاش زوج، يعني ختنا سولومنتي. يعني ممكن نستنتجوا من هذا الشيء هذا ان سبب القتل يا اما بما ان عندنا مشتبه به انثى، يا اما الغيره، يا اما السرقه لان المرحومه كان لاباس عليها. اوكي وتم اخذهم الى قسم الشرطه للتحقيق مع كل منهم لمعرفه من هو القاتل ومن البريء. وبطبيعه الحال ما قدروش يحلوا ويعرفوا شكون القاتل. داكشي على صيفطوا لي الملف انا المحقق بيتزا باش تحل لهم القضيه. وقد قال كل منهم في التحقيق الآتي. اوكي قال الطباخ. اوكي شوفوا شنو قال الطباخ.
أنا كنت أحضر العشاء. يحضر العشاء. أوكي. لأن صاحبة المنزل قد قامت بدعوة صديقتها الليلة وأنا منشغل في تحضير الطعام. سمعت صراخ عالي يأتي من خارج المطبخ، فأسرعت لرؤية ماذا يحدث، وقد صدمت عندما وجدت صاحبة المنزل مقتولة أمام الغرفة. هذا كل ما حدث. اوكي، قال لك سيدي هذا الاخ كان جالس خدام كيطيب طش 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 كيقلي البصله وما عرفتش كيدير، لان المرحومه كانت عارضه على صديقتها للعشاء. شويه كيسمع الصداع، كيسمع الغوات، مشى يشوف شنو كاين، لقى المرحومه مسكينه مجني عليها. اوكي نشوف المشابه الثاني اش كيقول لي هو الخادم. قال لك سيدي الخادم: انا لم اكن بداخل المنزل من الاساس، خونا ما كانش في الدار، فقد كنت أسقي الزرع والنباتات في حديقة المنزل، ووقتها سمعت صوت صراخ يأتي من الداخل. وقتها أسرعت لرؤية ماذا يحدث، وعندها وجدت سيدتي قد قتلت وملقاه أمام الغرف، فقمت بإبلاغ الشرطة، ولكن كان جار يلا كنت غنقول ليه كذاب، ولكن كان جارنا قد سبقني وأبلغ. هذا ما حدث معي. أوكي يعني نفس الحجة ديال الشخص الأول اللي هو الطباخ، ولكن إلى لاحظنا الإخوان أن الخادم أعطى نفس الحجة اللي أعطى طباخ لي. أنا كنت خدام عليا ما بليا شوية كنسمع صداع ومشيت نشوف شنو كاين. يعني كيحاول يبعد الشبهات على راسه، ولكن هذا أعطى إضافة لي. حاولت إبلاغ الشرطة ولكن قد سبقني جاري. هدا عليا أيها الخادم، لأنه هذا الخادم كذاب. أقول لكم علاش. حيتاش باش عرفتي انت أيها الخادم أن جارك قد سبقك وأبلغ الشرطة؟ باش عرفتيها؟ إلا حين وصول الشرطة. ملي غتوصل الشرطة عاد غتعرف أن جارك قد سبقك وأبلغ الشرطة. انت باش عرفتي؟ إذا انت أصلا ما بلغتيش الشرطة، انت كذاب، انت كذاب. أوكي، أول واحد كيكذب معنا هو الخادم، كذاب. اوكي دابا نسمعوا لصديقة المرحومة ونشوفوا واش غتقول. اقسم انني لم اقتلها. اوكي حلفات، انت يقول حلفات بالله، والحلف بالله يعني خاصك تصدق هذاك اللي حلف بالله. اوكي اقسمت انها لم تقتل. اوكي انا كنت مدعوة على العشاء، معروضة مسكينة، ما على بلاش، معروضة بحال اي واحد معروض. وعندما قدم لنا الطباخ شيء نشربه قام بإسقاط المشروب على ملابسي وكان يتصرف بغرابة. اوكي قام بإسقاط المشروب على ملابسها وكان يتصرف بغرابة. إذن هنا كنلاحظوا أن صديقة المرحومة كتحاول تلقي بالتهمة على الطباخ، كتحاول تلفق ليه التهمة. اوكي لحد الآن الطباخ أموره في السليم. علاش؟ حيت هو قال داكشي ما قال لا ودل. هادو كيحاولوا كيدخلوا ويخرجوا في الهضره وكيحاولوا يرميو الشبهه على واحد اخر. اوكي عندها ما يفيد. اوكي وبعد هذا ذهبت الى الحمام لكي انظف ملابسي. عندها سمعت صراخا من الخارج، ذهبت مسرعا لرؤية ماذا يحدث، وقد وجدت صديقتي مقتولة وساقطة أمام الغرفة، ووجدت الطباخ يقف بجوارها ينظر إليها. هذا ما حدث معي. أوكي إذا قالت لك سيدي مشات للطواليت باش تغسل الحوايج ديالها، فإذا بها كتسمع صراخ وكتخرج وكتلقى الطباخ واقف أمام الجثة. إذا كنلاحظوا أن الآنسة صديقة المرحومة كتحاول تلقي بالتهمة على الطباخ، في حين أنا الطباخ ما قالش هاد الهضره. الطباخ شنو قال؟ أنا كنت خدام في كوزينة، شلط كنسمع الغوات، خرج لقيت الضحيه بوحدها. اذا خونا كيقول عكس هضره ديال هاد ختنا، يعني كل واحد كيقول هضره، يعني ما كاينش واحد الرابط بيناتهم. اوكي بعد ما خدينا الاقوال للجميع المتهمين، وبعد ان انتهى المحقق من سماع شهاده كلا منهم، عرف مباشره من شهادتهم من هو القاتل. امامك 20 ثانيه لمعرفه القاتل. اوكي انت حاول انك تكتب في لي كومونتير شكون هو في نظرك القاتل، ولكن ما تغشها، ماشي نعرفوا شكون القاتل عاد تكتب. لا كتب دابا وحاول ما تبدلش الاجابه ديالك الله يخليك. اوكي الاخوان دابا نحاولوا نجمعوا الخيوط ديال القضيه ونحاولوا نربطوا نعرفوا شكون هو القاتل. اوكي قال لك سيدي
اول شاهد اللي هو الطباخ قال لك انا كنت جالس كنطيب في الكوزينه مع اليابيه، سمعت صداع، خرجت لقيت المرحومه بوحدها مستلقيه على الارض. اوكي، الخادم شنو كيقول؟ قال لك انا كنت في الجرده شويه كنسمع الغواج، مشيت نشوف لقيت المرحومه مجني عليها، بغيت نعيط على الشرطه، لقيت ان الشرطه سبقني جار وعيط عليها. اوكي ما عليناش. صديقه المرحومه شنو كتقول؟ قالت لك الطباخ جا بغى يعطينا العصير مشروب، كب عليه المشروب، دخلت على الطوات نغسل حوايجي، ملي خرجت لقيتها مقتوله وحدها الطباخ. يعني واحد فيهم كيكذب، يا اما الطباخ يا اما الخادم يا اما هي. ولكن الا رجعنا للتصريحات ديالهم كاملين، كاين جوج عندهم قاسم مشترك في التصريح اللي هو الخادم والطباخ. فالخادم شنو قال ملي جيت دخلت لقيت المرحومه بوحدها. الطباخ قال نفس الهضره، قال ملي جيت لقيت المرحومه بوحدها. يعني ما يمكنش جوج يكونوا كيكذبوا الا كانت صدفه. ولكن صديقه المرحومه شنو قالت ملي خرجت من الطواليت، خرجت لقيت الخادم واقف قدام الجثه. يعني نستنتج من هنا انها هي اللي كتكذب. وفي الاول شنو قلت لكم عندنا بزاف ديال الاسباب للقتل، ومن بين هاد الاسباب الغيره، حيت ملي كيكونوا جوج بنات تقدر تقتلها على سبب تافه، تقدر تقول ليها ما جاش معاك الدفران ديالك جاو خايبين تقتلها عادي توقع اي حاجه من البنات عادي ما تستغربش. دونك القاتل يا جماعه هو صديقه المرحومه. اوكي نشوفوا شكون القاتل، والان سوف اخبركم من هو القاتل. القاتل بطبيعه الحال صديقه المرحومه. ليش؟ لا ما يمكنش، قلتها في الاول، قلت لكم الاخوان خونا كذاب، حيت قال ابلغت الشرطه هو باش يعرف ان الشرطه ابلغ، قلتها في الاول. ولكن ما يمكنش، كاينين جوج كيقولوا نفس الهضره وحده كتكذب. اوكي نشوفوا. والسبب هو كالاتي: لقد اخبرتك في البدايه ان ليله الجريمه كانت ليله شديده المطر. امتى قلتيها ليا؟ وكانت شهاده كل من الطبخ صديقه منطقيه، ما عدا خادم المنزل الذي كان قد قال في شيء انه كان يسقي ورد النباتات والزرع في حديقه المنزل. ولكن كيف سوف يسقي ورد النباتات بالخروج والجو كان ممطر؟ امتى قالوا الجو كان ممطر؟ بلاشي كاين لبس في هذه القضيه هذه، المعلومات ما وصلتنيش مضبوطه الاخوان. في يوم عاصف وممطر، والله تنسيت، لا اله الا الله، نسيت. اول جريمه غنفشل في الحل ديالها الاخوان، ولكن ما عليناش مشينا. المهم الاخوان فشلنا في حل القضيه، وهذه كانت اول قضيه كنفشل في الحل ديالها، ماشي حيت ما قدرتش ولكن الاخوان كان هناك يعني نقص في شح في المعلومات الاخوان، وغياب بعض التركيز الاخوان، حيت كيف ما كتعرفوا ان تقادت لي القهوه وانا بلا قهوه ما كنقدرش نفكر، داكشي علاش فشلت في حل القضيه. يعني كلشي من القهوه، ماشي مني انا، من القهوه باش ما. المهم الاخوان انا وصلنا لهذا الفيديو ديال الدراري، بس عجبتكم الفكره ديال الفيديو، بغيتو فيديوهات اخرين بحال ما هكا وعجبكم المحتوى الاخوان، ما تنساوش الدراري كومونتير زوين ولايك وسبسكرايب الاخوان فلاشين. نتسناو، بغيت نقول لكم انكم خاصكم تسناو واحد السلسله في رمضان الاخوان اللي غتعجبكم بزاف، كنوجد فيها دابا الاخوان ان شاء الله في رمضان، غنحطها لكم الاخوان وغتعجبكم، انا متاكد انها غتعجبكم، وعمر شي واحد دارها في المغرب الاخوان. دونك تسناو السلسله الاخوان، وكنتمنى انكم تفاعلوا معها ملي حطها لكم. المهم الاخوان كثرت الهضره ياك، المهم الاخوان بلا ما نكثر عليكم الهضره، معكم في فيديو جاي. السلام عليكم.